السلام عليكم البنات، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قبل ما نبدا محتوى تاع الفيديو ديالنا نهار اليوم، نصلوا كامل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة، وان شاء الله نسمع عليكم اخبار الخير، وان شاء الله تكونوا متفائلين موسعين خاطركم في هذا الشهر الفضيل اللي اكيد كل المجهودات اللي رانا نديروها في رمضان لنا اجر بحول الله. كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم هذا الفيديو البسيط اللي ان شاء الله ينال اعجابكم ويقدر ينفعكم سورت المبتدئات. استفادوا يا لو كان بفكرة صغيرة. كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم العارضة اللي درتها لبنتي، يعني ونشارك معكم الأطباق اللي عملتها والطاولة ديالي البسيطة. دايما شعارونا في هذه القناة يعني تحيا البساطة. كيما راكم تشوفوا هنا عندي الدجاج غسلته مليح بالملح والخل وحطيته في طنجرة، درت له البصل الطوماطيش والمعدنوس مقطعين الى قطع صغار، ودرت ثوم، درت لي زيبيس، الكمون، فلفل الكحل، قزبر وفلفل عكري والملح. نخليه يتقلى مليح. هنا منه راح نطيب الدجاج ديالنا نص طياب في لاصوص باش تجي هذاك الدجاج بنين، باش يجي بنين. ومنه راح تجي لاصوص بنينه باش ندير فيها الزيتون ولي بولات تاع الدجاج. فوالا نغطيه، نقص للنار ونخليه يتقلى مليح مليح باش يجي بنين. بعد ما تقلى مليح هذاك الدجاج ولا الصوص راح نمرق بالماء سخون، نقص للنار ونغطي عليه نخليه حتى يطيب. وهنا عندي كفتة تاع الدجاج، عندي الثوم، عندي البصل معدنوس، ربيتهم، راح نخلطهم مليح ونزيد لهم لي زيبيس. هنا درت الملح، نزيد شويه تاع توابل الدجاج، كمون وفلفل كحل وفلفل عكري. وهنا درت زوج مغارف تاع لا شابلور وحبه بيض، راح نخلطهم كامل. راح نديروا لي بولات تاع الدجاج كما قلت لكم، راح نحطهم في هذيك لاصوص اللي طيب فيها الدجاج. فوالا كما راكم تشوفوا كورتهم ومن بعد عطيت لهم هذاك الشكل البيضاوي كما راكم تشوفوا. فوالا وهنا في الجهة الأخرى جبت هنا طنجرة درت فيها زرودية مقطعة إلى دوائر، زدت هذيك الزيتون. هذا الزيتون غليته شوية في الماء، ونعمر من هذيك لاصوص، نفرغ لاصوص لهذيك الزيتون. ما نديرش البصل، ما ندير حتى والو، المرقة فيها كلش. نغطيها ونخليها تطيب على غرضها. فوالا وهنا راح نديرو ديميني كيش بعجينه بزاف هايله، يعني خفيفه وتجي مقرمشه. درت هنا 4 كيسات تاع الفرينه، درت شويه تاع الملح، راس مغرفه تاع خميره كيميائيه، وراح ندير كاس تاع المارغرين، وزدت حبه بيض. هنا يعني سمحولي كي كنت حطيت لهذاك المارغرين وهذيك الحبات تاع البيض، كنت نصور بصح ما على بلاش وين راح المقطع. المهم درت 4 كيلو تاع الفرينه وزدت كيلو تاع المارغرين وحبه بيض. فوالا راح نخلط المكونات كامل. واذا شفتوا العجينه ديالكم يعني ما نطمتش، زيدوا شويه تاع الماء. انا درت هنا زوج مغارف تاع الماء. فوالا سا ديبون الفرينه ديالكم، كاين اللي تجيها سوسفه وكاين اللي تجي مخصوصه شويه. نغطي العجينه ديالي بالبابي فيلم ونخليها ترتاح شويه. بعد ما ارتاحت العجينه ديالي جبت هنا دي فوندو طاط كيما راكم تشوفوا، راح نعمرهم كامل بلاباط بعد ما ارتاحت. فوالا بهذا الشكل. كي نكملهم كامل ندخلهم للفرن يكون شعلته مسبقا على درجه 180، نطيبهم غير نص طياب ونجبدهم، ما لازمش يطيبوا بزاف. هنا درت فلان اللي شاركته معاكم شحال من خطره، يعني راح نديرو تحليه في ليفيغين يعني بزاف هايله. درت فيه رتله حليب، 4 مغارف مايزينا، كيس فلان ذوق الشوكولا، 4 مغارف تاع السكر. خلطتهم مليح بالفوي، حطيتهم على نار متوسطه حتى عقد لي الخليط. فرغته في اناء، خليته حتى برد شويه. غطيته بالبابي فيلم، هذا البابي لازم يكون متلامس مع الفلان، وندخلو للفريجيدير باش يبرد. هاي لك المرقه ديالي ولا الدجاج ديالي راهو طاب، والمرقه تاع الزيتون راهي طابت.
راح نرمي هذوك لي بول في الزيتون. يعني هنا تقريبا الطبق او الطاجين ديالي راهو جاهز. راح نخلي لي بول تاعي يطيبوا على نار قليله حتى تشوفوهم طابوا خلاص، نطفي عليهم. يعني على الاقل 15 دقيقه راح تكون الوصفه تاعنا واجده. العجينه تاع لي كيش طابوا نص طياب، نحيتهم من ليمول نخليهم تجيه. فوالا هنا عندي زوج حبات بيض، تقريبا نص كاس تاع لاكريم فريش، وزدت عليهم علبه تاع ياغورت طبيعي. تقدروا ما ديروش لاكريم فريش، ديروا فقط الياغورت الطبيعي. درت فلفل كحل ونخلطهم مليح. وجبت هنا يعني شويه تاع الدجاج اللي كنت طيبته، فتته الى قطع صغار. وعندي بصله قليتها في شويه تاع الزيت. راح نعمر كامل الكيش تاعي. فوالا نحط لهم هذاك الخليط تاع البيض ولا كريم فريش والياغورت ناتور، نفرغ عليه من الفوق، نحط لهم الجبن المبشور، ندخلهم للفرن اللي كنت شعلته مسبقا. يكملوا طياب حتى تشوفوا العجينه ديالكم يعني اخذت اللون الذهبي والفرماج ديالكم تحمر من الفوق. هنا بنتي راهي تعمر الكيسان، راح تعمل لنا تحيه بالفلون اللي حطيته في الفريجيدير بعد ما برد. درت له كاس ونص تاع لا كريم شانتي. طلعتهم يعني حتى ولا الخليط كريمي. درت هنا درت لي بودوار تاع التيراميسو، شبخاتهم بالحليب مع القهوه سايحه تذوبا، عمرتهم بالكريمه. ودرت لا كريم شانتي من الفوق. يعني تقدروا ما ديروش لا كريم شانتي، ديروا فقط الكريمه وزينوهم باي فاكهه من الفوق. فوالا نتمنى عجبكم فيديو تاع اليوم. البنات اللي شافت هذا الفيديو حتى هنايا نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، ربي يخليكم ليا، ديروا لي جيم فضلا وليس امرا. واسمحوا لي اليوم راني عيانه والله، غير بالسيف درت المونتاج لهذا الفيديو. نخليكم مع تكمله الفيديو. في الاخير راح نديكم معايا لافوار الجديده تاع ايريج. جبت لكم بعض اللقطات. نقول لكم تهلاو في رواحكم. الى فيديو جديد بحول الله، مع السلامه.
Mesdames et messieurs, la danse qui va arriver, c'est la danse de chant de Paul, suivie de la danse de Thierry Conta.